السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوتي أخواتاتي في كل مكان في أي مكان، نحييكم تحية الإسلام كما تعودتوا عليا دائما. اليوم أخوتي أخواتاتي حبيت نشارك في موضوع تاع الساعة، يعني وماشي على جال باش يعني نشارك فيها هكا وصاي باش نهضر عليه، نهضر يعني مجرد هضرة وصاي. كما يقولوا هذا القناة معروفة ومكاش اللي ما فاتتش عليه ومكاش اللي ما شافهاش، مكاش اللي ما حتى إلا ما تبعهاش راه فاتت عليه، ومكاش اللي هذا المرأة ما عجبتوش هضرتها وما عجبتوش شخصيتها وما عجبتوش. احيانا كانت تقول هضره، يعني كاين الناس اللي ما تعجبهاش احيانا، وكاين الناس اللي تعجبها، وكاين الناس اللي يميلوا ليها على جال هذيك الهضره، وكاين الناس اللي يشجعوها يكونوا في نفس يعني العيشه اللي عايشتها، ولا يعني قلوبهم يكونوا معمرين ولا يكونوا عايشين هذيك العيشه تاع، يعني كما نقولوا حنايا نوعا ما ماشي نقولوا حقرة، لكن يكونوا عايشين هذيك العيشة تاع مانيش عارفة انايا، ما نقولش حقرة، لكن مكاش دار خالية من مشاكل. هذا المرأة هي أم عبد النور. أنا تانية صاحبة قناة، وقناة طبخ أكيد، لكن حبيت نشارك في هذا الموضوع ماشي باش نكون مع طرف ولا طرف آخر، لكن نحب نقول لها بعض الكلمات. هي مكاش كيما الصبر، ومكاش كيما الواحد يوكل أمره لله سبحانه وتعالى. ظالم أو مظلوم يعني مكاش اللي يعرف، وأي قناة تدخل تهدر بالكلمة الطيبة ولا ما تجي حتى مع إنسان، ما تجي لا مع الإنسانة اللي راهي تقول أنا مظلومة ومحقورة، ما تجي مع الناس الأخرى، لأنه مكاش اللي راه عايش معاها في دارها وعارف واش كاين وواش مكاش. أنا فقط نجي مع الطرف الإنساني، نجي مع المرأة اللي راهي مريضة وحامل وأم، هذه اللي راني راح نجي معاها. لكن باش تدخلوا في أسرة وتجوا وتقولوا الراجل مليح ولا ماهوش مليح، مكاش اللي راه عايش معاهم. أختي أم عبد النور، مهما كانت الصفة والظروف اللي كنتي عايشة فيها ولا عشتي فيها، صح تعبتي على قناتك، وكامل نعرفوا انتي قلتي قناتي عندك، قناتك عندها 3 سنين ولا عامين، تعبتي عليها وصورتي في قنت وصورتي وتعبتي. اكيد كلنا نعرفوا القناة كي تبدا كيفاش، والتعب اللي يتعب عليه الانسان باش يوصل قناة. كاين اللي قناتها تطلع، كاين اللي ما تطلعش. كاين احنا ما نقولوا لا عين لا ديك لا ديك لا ديك لا سحر لا ديك لا حتى حاجه. اني معاك بين ليله وضحاها، حتى ولا ما كانتش القناه طالعه وتغيظك، خاطش علاش هذيك القناه قبل ما تكون الدخل تكون اكتيفيتي ولا متنفس الانسان يربيها على يده، كما نقولوا احنا يتعرف على ناس حتى وبالهضره ما يشوفوهمش، لكن يحبهم. حتى ويكونوا ناس ينتقدوه في الغيب ما يشوفوش ويكتبوا له مثلا كومنتات ماشي ملاح، لكن يتعود على هذاك الشيء وتكبر بين يديه. بين ليلة وضحاها تروح تغيظه خاطش تربات على يده. لكن أنا ضد أنه المرأة مهما كانت صفتها تخرج أسرار بيتها للبيبليك، للمجتمع. هذه اللي أنا ضدها، لأنه علاش حتى ولا راكي تهضري على هذا الزوج، هذا الزوج أب أولادك، مهما كانت صفته ومهما كان المشكل اللي راه بينك وبين زوجك، إلا وربي ينزل بزولة الرحمة بيناتكم، كما نقولوا حنا هذا مثلا نقولوه، إلا وربي غادي يبدل
رحمة برحمة واحدة أخرى مهما كانت. راكي رايحة تجبدي حاجة مليحة كنتي عايشتها انتي وياه، ونروح ونولي ونقول هذاك الأب أب أولادك. يعني حتى قبل ما يكون أب أولادك كان زوجك، كانت عندك علاقة مليحة معه، كان عشتوا أيام جميلة، عشتوا سنين جميلة، عشتوا حاجات ملاح. وكاين قنوات هضروا على الأم تبقى أمه مهما كانت الصفات، ولا كانت مليحة ولا ماشي مليحة، الأم تاعها هذيك حتى وعملاتك بالسوء ولا عملاتك بحاجة ماشي مليحة ولا دارت لك ولا عملت لك ولا فعلت لك، نقول أمه. يجي النهار اللي تغادر هذيك الأم من الساحة مهما كانت صفتها، أمه تبقى انتي الزوجة، واه ينصفك معاك، ينصفك، لازم يعطيك حقك، بصح ماشي فوق الحق تاع أمه مهما كانت صفتها. حتى إلا كانت ظالمة نروح ونولي ونقولك أمه. والحاجة اللي ماشي مليحة أختي أم عبد النور، أنك خرجتي أسرارك للبيبليك. كاين اللي يجي معك وكاين اللي يجي ضدك. أنا ماني معك ماني ضدك، ونقول لك ربي يشافيك ويعافيك ويعطيك وقفة سهلة إن شاء الله. ربي يكمل لك ولادتك، ويكمل لك هذاك الجنين على خير، ويعوضك ربي ما خير. حتى وراحت القناة هذه دنيا، هذه حاجة تاع دنيا، لكن باش تخسري أب أولادك بسهولة هكا هباء منثورة، هذه اللي ماهيش مليحة. حاولي أنك ما تزيديش الطينة بلة وتهضري على أسرار عائلتك الصغيرة للبيبليك، لأنه مكاش اللي راه عايش معاك أسرتك الصغيرة، مكاش اللي راه عايش معاك، مكاش اللي يعرف ظروفك. من الأحسن أنك تصلحي أخطاء اللي صرات في عائلتك انتي وأسرتك. ما تدخليش الأسرة في العمل، ما تدخليش حياتك في العمل، خلي حياتك، وخلي انتي حليتي قناتك باش تفيدي الناس في الطبخ، ماشي باش تفيديهم في حياتك. ما تدخليش حياتك في الطبخ. هذه هي علاش يطلعوا القنوات مين تدخلي لهم حياتك تطلع قناتك، لانه علاش الناس اللي تدير نافذه باش تطلع للناس في بيوتها. انا علاش ما طلعتش قناتي؟ لانه ما فتحتش نافذه وباب على حياتي، لهذا الناس ما طلعتليش قناتي، هذا هو السبب. وما نتشرفش اني نحل نافذه باش يطلوا الناس على بيتي واش فيه وعلى اولادي واش، مع انه انا حياتي الحمد لله ناجحه ومليحه وما شاء الله. لو كان نحل على حياتي باب اني عارفه بلي نخسر حياتي ونخسر اولادي ونخسر زوجي ونخسر كل شيء، لانه الناس طلت على حياتي. وما يشرفنيش اني نحل باب ونحل نافذه تطلع على حياتي. مهما كانت صفة حياتي تبقى حياتي أنا، شخصيتي أنا، ناجحة ولا خاسرة حياتي أنا، ما نحلهاش للبيبليك. لهذا اختي يا أم عبد النور نصيحتي ليك ما تزيديش الطين بلة، وخلي أسرار بيتك مهما كان المال، ولو مال الدنيا ما غاديش يعوض أب أولادك على الناس اللي غادي تدخل في حياتك. تنجحي اليوم باليوتيوب، يجي النهار ها هو راح في دقيقة، تخسريه في دقيقة، تخسري حياتك في دقيقة، تخسري أب أولادك في دقيقة. على واش؟ على دنيا فانية. هذه نصيحتي لأختي، مع أني ما عندي حتى هدف، فقط هدف النصيحة الأخت في الله، ما ندخلش ونصيد في الماء في المياه العاكرة. لهذا أختي كافة، وهذا النصيحة مانيش نعطي فيها برك ليك انتي وحدك، نعطيها لكل وحدة تحب تطلع قناة تاعها بالأسرة تاعها، لأنه المال زائل
وغادي نتحاسبوا عليه. منين جبناه وفاه صرفناه؟ منين جبت هذاك المال؟ واش هو الهدف؟ حتى أولادنا لازم نربوهم تربية صالحة. هذيك بذرة وهدية عطاها لنا ربي سبحانه وتعالى، نحسنوا التربية تاعها. كي يكبر ولدي ولا بنتي ويصيب فضائح تاعي هذا اليوتيوب ولا هذا الفيسبوك ولا هذا التواصل، غادي يبقى يتبارطاجا. حتى ونمحي انا، الناس تبقى تبارطاجي حياتي، تبقى تبارطاجي، تبقى يعني تبقى تشارك فيديوهاتي. ويكبر وليدي وتكبر بنتي ويشوفوا فضائح واش كنت انا نقول على عائلتهم. اسك غادي يحبوني؟ يقولوا لي دائما نولي انا الظالمه. لهذا اختي نصيحه في الله ليك ولاي اخت تحب تدخل حياتها وتشارك ناس ما تعرفهمش نهائيا، ما تعرفهمش، ناس ماشي شايفتهم ولا تعرفهم في حياتها الشخصيه. حياتي ليا انا وحدي ولولادي ولزوجي اللي ربي سبحانه وتعالى سمى الزواج ميثاق غليظ. ومهما تكون الام تاعو امه، هذيك الام اللي ولداتو كما راكي ولدتي انتي ولادك من احشائك، راكي تتعذبي عليهم، راكي حامل وتعرفي قيمه الحمل وقيمه الولاده وقيمه، هي تاني تعبت على هذوك الاولاد وولدتهم، اي حاجه تضرها في وليدها، وهو امه ربات وعارف قيمه الام تاعو. اي حاجه حتى ولا كنتي انتي ظالمه ما يقدرش يجي معاك، حتى وتكوني انتي يا مظلومه، حتى وتكوني انتي مظلومه ما يقدرش يجي معاك. علاش ما يقدرش يجي معاك؟ لانه هذيك امه. ويكبر ولدك وتعرفي هذه الهضره، يدير ولدك مرأة كي يكبر وتظلمي الزوجه تاعه وما يجيش مع الزوجه تاعه. علاش؟ لانه هذيك زوجته وانتي امه. انتي درتيها مليحه، الا درتيها مليحه كملي عليها مليحه. والقناه تعاودي ديري قناه واحده اخرى، وحاولي ديري الصلح بينك وبين الزوج تاعك، اب اولادك. بالك هرمونات هذه تخلطت منك حامله، بالك عاودي ديري الصلح بينك وبين زوجك، خلي هذاك الغيظ يروح ودخلوا بخيط ابيض. الناس اللي راهي تنشر في الفيديوهات تزيد الطين بله وتزيد تشارجيها وتزيد تكحل لها قلبها وتزيد تدخلوا بخيط ابيض، تتحاسبوا على واش راكم ديروا. وهذا نقول اختي وكما قلتي تقولي في فيديوهاتك صديقتي ام عبد النور، ان شاء الله يرد المال مجراه، وان شاء الله يردك بيتك سالمه غانمه، ان شاء الله تفرحي بوليداتك، وان شاء الله يعطيك وقفه سهله الا راكي قريبه يزيد المولود تاعك، ان شاء الله تربي ولدك وليداتك في عز باباهم وجداتهم وعائلتهم، والدنيا جعلها طاعه والنفس طماعه علمها القناعه. هذه هي الدنيا. ودمتم لي سالمين وفي امان الله وحفظه. الى فيديو اخر ان شاء الله خوتي خواتاتي، في امان الله وحفظه.